سمعتي قبل كده كلمة مصاصين الطاقة؟ سألتي نفسك يعني ايه؟ ومين هم مصاصين الطاقة؟ ويا ترى هم موجودين حوالينا؟ طب ازاي نحمي نفسنا منهم؟ تابعيني في الفيديو ده وانا هعرفك ازاي تحمي نفسك من مصاصين الطاقة وتعيشي مرتاحة. كلمة مصاصين الطاقة دي بنقولها على الناس اللي بتسحب مننا طاقتنا الإيجابية وتحط مكانها طاقة سلبية. تخيلي معايا المشهد ده، انت صاحية من النوم مبسوطة ورايقة وعندك خطة لليوم ومتحمسة. فجأة واحدة من الناس اللي تعرفيهم بتتصل بيكي. خلصتي المكالمة وحسيتي انك اتسحبتي، الحماس اختفى، بقيتي متضايقة من غير سبب. السيناريو ده بيحصل معانا كل يوم. دول اللي بنسميهم الناس اللي بتسرق طاقتنا. انا هنا النهاردة في بديفا عشان نحكي سوا مين هم الناس دي، وازاي تتعاملي معاهم من غير ما تكسريهم ولا يكسروكي. مين هم الناس اللي بتسرق طاقتنا؟ مش شرط يبقوا اعداء، بالعكس ممكن يكونوا اقرب الناس ليكي. هتلاقيهم دايما ناس شكاءة اللي هي بتشتكي طول الوقت، كلامهم كله سلبي. لما تحكي لهم عن انجاز ليكي لازم يهونوه، لما تفرحي لازم يطفوا فرحتك. الخطر ان الموضوع بيحصل بهدوء من غير ما تلاحظي، وفجأة تلاقي نفسك مشحونة بالطاقات السلبية. ايه هي علامات الشخص اللي بيسرق طاقتك؟ اول حاجة، بعد ما تتكلمي معاه هتحسي انك متضايقة ومش قادرة تركزي. تاني حاجة، بيبان عليه حب واهتمام لكن تصرفاته بتقولي العكس. اي خبر حلو عندك لازم يلاقي ليه كلمة تحبطك بيها. ازاي تحمي نفسك منه؟ واحد، احمي خصوصيتك، مش اي حد لازم يعرف اسرارك او خططك. خدي بالك انت بتحكي لمين. اتنين، حطي حدود واضحة، قولي لا من غير شرح طويل، دي مش قسوة، ده حفاظ على نفسك. تلاتة، قللي التواصل، مش كل مكالمة لازم تردي عليها في ساعتها. لو مش فايقة سيبيها الوقت أنسب. أربعة، خفضي توقعاتك، ما تنتظريش منهم دعم ولا كلمة حلوة عشان ما تتصدميش. خمسة، ما تدخليش في جدال طويل، الجدال هيستنزفك على الفاضي، خلي كلامك بسيط وحاسم. تخيلي معايا كده، في واحدة صاحبتي كانت بتحكي لي انها كل ما تفرح بحاجة جديدة في حد معين لازم يكلمها ويحبطها. لما بدأت تقلل الكلام معاه والتواصل، اكتشفت ان طاقتها بقت اهدى وحياتها اريح. حمايتك لنفسك مش انانية، دي مسؤولية تجاه روحك. لازم تحافظي على طاقتك الإيجابية عشان تقدري تكملي وتنجحي وتعيشي حياتك اللي تستحقيها. في بي ديفا احنا معاكي علشان تبني حياتك وتعيشيها براحة، بعيد عن اي استنزاف نفسي. لو الفيديو ده فادك اعملي لايك